ادي تاني مباراة وتعادل الزمالك، وقع في اول مباراة بعد الفوز مع اضعف فريق في الدوري المقاولين. المقاولين على فكرة مش مستوى خالص، ولا الزمالك. يعني احنا قلنا ان لما كان بيلعب سيراميكا ان دايما علي ماهر بيلعب الزمالك مفتوح من ورا، مطير الجنبين وبيهاجم، فعشان كده لبس جونين. الزمالك يا واو ويا على الصفقات، يا الزمالك هيبقى ملوش حل. اهو اول مباراه بعد الفوز على طول اتعادل، ملحقش يشم نفسه. تعادل مع مين؟ مع اضعف فريق في الدوري، المقاولين. الزمالك ملوش هجمه غير هي اخر هجمه في اخر دقيقه، يعني بعد 100 دقيقه مفيش الا هجمه واحده بس اللي لعبها شحاته للونش، ونش حطها بره. مفيش خطه ملعوبه، مش شايف خطه خالص. انا اتفرجت على الماتش كله، مفيش هجمه، مفيش لعبه ملعوب بيها، مفيش فن، مفيش اي حاجه. كل واحد يعرف يعمل حاجه هيعملها. الزمالك عنده شويه نجوم، يعني الدباغ مهاجم كنت اتمناه للاهلي. شيكو بنزا ما فيش سرعه بس، وده يعني طالع بره القايمه خالص. والواد البرازيلي مش عارف اسمه الحقيقه، نزل رقص واحد واتنين، وفي الاخر شاط شوطه في ايد الجون. والمشكله بقى التانية التحكيم. يعني المفروض عبد الله السعيد طارد، مدي الواد بالكوع في وشه، وده المفروض طارد. وفي شك في بيلين للمقاولين، كأن ان الزمالك لازم التحكيم برضه تكون في صالحه. لحد امتى انا معرفش. تحكيم ضد الاهلي مع بيراميدز مع الزمالك، يا ريت نفوق للنقطه دي. على العموم لسه الدوري طويل قوي، الاهلي هيقع والزمالك هيقع وبيراميدز هيقع، بس الاهلي صاحب النفس الطويل اللي هياخده، وهو الاهلي بمشيئه الله. انا بالنسبه لي ان شاء الله الاهلي مش هيقع تاني بامر الله، بس ده الطبيعي في الدوري. لكن ان انا اكسب مباراه وكانها كاس واروح اهيص مع الجمهور يهيص والمدرب يهيص واللعيبه يا كاننا خدنا كاس، او كاننا خدنا نهايه ووصلنا نهايه او ايا كان، كل ده عشان مباراه 3 نقط. قلنا يا جدعان ان الدوري صاحب النفس الطويل. بس تنساش اللايك والشير.